الفترة اللي فاتت وخصوصًا بعد الفيديو اللي أنا نزّلته عن أذربيجان، في ناس لقيتها بتتواصل معايا وبتقول لي: "هو أنا إزاي أصلًا آخد الجنسية في أذربيجان؟" وفي نفس الوقت هل فعلًا الجواز في أذربيجان بيدّيني الجنسية؟ معاكم محمد خالد والشوفتات. هاي، هاي، إيه الأخبار؟ نعدل بس المايك يا جماعة عشان إيه، يبقى المايك كده معدول. تمام، حلو جدًا. إيه الأخبار عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير والدنيا معاكم في التمام. موضوعنا النهارده هنتكلم فيه عن إزاي ممكن تاخد الجنسية في أذربيجان، وفي نفس الوقت لو أنت خلاص قررت إنك هتروح وهتقعد فترة سواء هتاخد الجنسية أو مش هتاخد الجنسية، إيه الحاجات اللي لازم تكون واخد بالك منها أو الحاجات اللي أنت هتقابلها هناك، لو إحنا بنتكلم كشخص عربي. أول حاجة أو أول نقطة هنتكلم عليها هي فكرة إنك إزاي تاخد الجنسية. طبعًا حابب أول حاجة أوضّح إن أنت لو ما اتفرجتش على الفيديو بتاع أذربيجان وتعرف إن أذربيجان إيه اللي يخلّي الناس ممكن تاخد فيها الجنسية، فما تنساش تتفرّج على الفيديو اللي إحنا اتكلّمنا فيه عن رحلتنا في أذربيجان. فيالّا بينا نشوف إزاي ممكن تاخد الجنسية. بالنسبة للجنسية في أذربيجان، فأنت عشان تاخد الجنسية ففي بعض الطرق كده اللي ممكن تساعدك إنّك تاخد الجنسية. أول طريقة منهم وهي فكرة إن أنت تكون قاعد في البلد لمدة 5 سنين، سواء بقى أنت قاعد في البلد دي أنت شغال فيها، سواء أنت قاعد في البلد دي لغرض ما، سواء أنت مثلًا قاعد في البلد دي أيًا يكن إيه هو السبب، بس أنت فضلت متواجد جوّه أذربيجان لمدة 5 سنين. هل ال5 سنين دول بافضل قاعد فيهم في أذربيجان ما ينفعش أخرج؟ لأ عادي ممكن تخرج، بس أهم حاجة خروجك ده ما يعدّيش 3 شهور، يعني ما تكونش برّه البلد لمدة أكتر من 3 شهور. في الحالة دي وبعد ال5 سنين تقدر إنك تحصل على الجنسية الأذربيجانية. تاني طريقة واللي الناس يعتبر مهتمية بالحوار ده وكذا حد سألني فيه، فكرة الجواز. هل لو أنا بقى رُحت أذربيجان، سواء بقى أنا كنت رايح سياحة أو أيًا يكن إيه هي الطريقة، ورُحت وقابلت واحدة واتعرّفت عليها وتمام، تمام وكل الدنيا كويسة، هل وقتها لو أنا اتجوزتها هل هاحصل على الجنسية الأذربيجانية؟ هاقول لك أذربيجان بتقول إن أنت لو اتجوزت بواحدة أذربيجانية، يعني معاها الجنسية الأذربيجانية وقعدت معاها يكون مدة 5 سنين برضه، فأنت وقتها تقدر تحصل على الجنسية الأذربيجانية، وفي نفس الوقت كمان ولادكم هيحصلوا على الجنسية الأذربيجانية. طب ييجي حد يسألني يقول لي: "هل فعلًا البنات بتوع أذربيجان كويسين وحلوين؟" والله هاقول لك بُص عشان أوضّح لك الحوار ده وأقول لك هم حلوين والّا لأ، هاوضّح لك حاجة، هاقول لك والله إن أذربيجان إحنا اتكلمنا قبل كده في الفيديو اللي فاتت بتقع ما بين روسيا وما بين أوروبا، فهاقول لك والله إن البنات اللي هناك يعتبر ميكس كده ما بين روسيا وأوروبا، بس أنت بقى عيش مع نفسك وشوف الكلام على إيه. نيجي لتالت حاجة، فكرة الاستثمار. في يا جماعة دول كتيرة بتقول لك والله أنا لو جالي راجل أعمال واستثمر عندي بمبلغ معين أو عمل استثمارات أو عمل شركات أو أيًا يكن، فأنا وقتها هادّي له الجنسية عشان يفضل قاعد في البلد. الفكرة يا جماعة إن أذربيجان برضه عندها النقطة دي، بس الفكرة إن أذربيجان مش واضح أوي الاستثمارات دي هتبقى عاملة إزاي. هل الاستثمارات دي بمبلغ معين؟ هل الاستثمارات دي مثلًا بشركات معينة، بعدد مثلًا معين هم محتاجينه؟ فالفكرة إن النقطة دي مش واضحة أوي. بس الفكرة إن أذربيجان فعلًا في مستثمرين بيروحوا عندها وفعلًا بياخدوا الجنسية. رابع طريقة يا جماعة وهي يعتبر آخر طريقة معانا، فكرة إنك تحصل عن الجنسية من يعتبر ترشيح رئاسي، يعني أذربيجان نفسها هي اللي تدّي لك الجنسية دي، أو الدولة أو الرئاسة هي اللي تمنح لك الجنسية دي. دي يعتبر بتكون كده عن طريق حاجات خاصة بالدولة أو خاصة بالرئاسة، بتكون حاجات كده مش واضحة أوي، بس بتكون حاجات خاصة بالرئاسة الأذربيجانية. دول يعتبروا ال4 طرق. هييجي واحد بقى يسألني يقول لي: "طب أنا يا عم رُحت دلوقتي أذربيجان، سواء بقى أنا رُحتها سياحة أو رُحت مثلًا أنا شغال هناك، أو جالي يا عم offer إن أنا هاروح أشتغل في أذربيجان، إيه الحاجات اللي أنا لازم أكون كده عارفها وأكون حاططها في دماغي قبل ما أروح عشان ما اتفاجئش؟" هاقول لك والله زي ما اتكلمنا في الفيديو اللي فات في مميزات وفي عيوب، الحاجات دي يعتبر أنت هتقابلها هناك، بس في حاجات زيادة لو أنت هتقعد فترة طويلة، دي بقى اللي لازم تركّز فيها. أول حاجة من المزايا اللي أنت هتقابلها هناك في أذربيجان لو أنت قررت إنك تقيم هناك أو تقعد هناك فترة طويلة، هي فكرة الأمان. الأمان هناك يا جماعة عالي جدًا، يكفي بس إن أنت بتبقى ماشي في الشارع متطمن، مش قلقان أي حد ممكن يعترضك أو ممكن أي حد يعمل لك أي مشكلة، ممكن أي حد يكلمك بشكل مش كويس، أو ممكن حد مثلًا ممكن يتهجم أو يعمل أي مشكلة، سواء أنت ماشي الصبح أو ماشي بالليل. فيعتبر الميزة يا جماعة اللي موجودة هناك هي فكرة الأمان. يعني أنا بالنسبة لي فاكر إن أنا الأسبوع اللي أنا رُحت قعدت فيه هناك، يعتبر خلال الأسبوع ده كنا بننزل بالليل وفي أي وقت وبننزل، يعتبر كنا ساكنين في نُص العاصمة نفسها، وبنروح أماكن وبنلف، وحتى كان في أيام كنا بنروح فيها شواطئ مفتوحة،
وكان عادي جدا، الدنيا كانت كويسه جدا، مفيش اي مشاكل، مفيش حد كان بيبص لنا بصه شكلها مش كويسه، او حد مثلا كان بيتكلم معانا باسلوب مش كويس. بالعكس الناس مرحبه جدا والناس كويسه جدا، ومفيش اي مشاكل قابلناها. ويعتبر كمان من مزايا الامان ان احنا لما كنا رحنا الشاطئ المفتوح ده، واسمه شاطئ مفتوح يعني شاطئ ما كانش فيه اي مثلا بوابات او حاجه، او شاطئ مفتوح للناس، احنا كنا حابين نقعد فيه. فلما دخلنا قعدنا فيه لقينا يا جماعه ان في ناس سكيورتي، او في يعتبر امن، او البوليس الخاص باذربيجان كان موجود حوالينا في اماكن حوالين الشط. فالفكره ان انت بتبقى قاعد وانت مطمن، حتى لو الناس مثلا في اي مشكله او في اي حاجه، فانت بتبقى عارف ان في بوليس موجود او في شرطه موجوده، فالناس دي يعتبر هيكونوا معاك وهيامنوا المكان اكتر. تاني حاجه يا جماعه، وان تاني ميزه هتشوفها هناك وفعلا هتقابلها، هي فكره ان اذربيجان معظم الناس اللي فيها مسلمين، معظم الناس ديانتها مسلمه. فانت بالنسبه لك لو انت رايح واحد عربي واحد مسلم، فانت بالنسبه لك مش هتحس ان في فرق كبير ما بيننا وما بينهم، بالعكس هتحس ان انت يعتبر هناك مرتاح، مفيش اي مشكله ان انت مثلا في الطقوس الدينيه بتاعتك او في الحياه بتاعتك عموما هناك. ثالث ميزه وهي فكره الناس او الشعب الاذربيجاني نفسه. الفكره يا جماعه ان الناس دي يعتبر ناس مقبله على الحياه، ناس كده هي عايشه بمبدا انا عايز اعيش حياتي، يعني ناس كده على طول بتلاقي على وشهم السعاده، بيجوا مثلا وقت الويك اند او وقت مثلا الاجازات بتلاقيهم نازلين بيفرحوا بيروحوا بيخرجوا، بيطلعوا على الشواطئ، بيروحوا على الاماكن الطبيعيه. فهو شعب بيحب الحياه. فانت لو عشت في وسطهم وقعدت معاهم فتره، هتحب كده الدنيا، وتحس ان الناس دي عايشه في حياه غير الحياه اللي احنا عايشينها. الناس تحس ان هم عايشين في عالم تاني كده مع نفسهم. فعلا الناس دول لو انت اتعاملت معاهم واختلطت بيهم، فعلا هتحس ان انت عايش حياه كويسه. رابع ميزه معانا وهي فكره الطبيعه في اذربيجان. اذربيجان يا جماعه فيها اماكن طبيعيه بجد تستحق الزياره، واماكن فعلا انت لو قعدت فيها وتاملتها هتحس بفارق كبير جدا، سواء في العاصمه نفسها باكو، او مثلا في مناطق زي جباله. وطبعا كنا الحاجات دي اتكلمنا عليها بتفاصيل اكتر في فيديو مميزات وعيوب اذربيجان، وهل تستحق الزياره ولا خساره. هيجي واحد يقول لي تمام، دي بقى المزايا لو انا هروح اقعد فتره كبيره، طب ايه بقى العيوب او ايه الحاجات اللي انا لازم اخلي بالي منها؟ اقول لك اول حاجه لازم تخلي بالك منها، هي فكره ان اذربيجان دي دوله فيها كميه خمور كبيره جدا. الخمور هناك يا جماعه بتتباع في السوبر ماركت، يعني عادي جدا تخش على السوبر ماركت تلاقي فيه مثلا الميه وقسم الالبان وجنبها قسم الخمور. فدي حاجه موجوده هناك شائعه جدا بالنسبه لهم. هناك فكره الخمور هي حاجه كده عامله مثلا اكنك بتشرب حاجه ساقعه او بتشرب مثلا حاجه كده بعد الاكل. بالنسبه لهم الحوار عادي جدا، وانك تخش اي بيت تلاقي فيه خمور موجوده، رايح تاكل عند حد مثلا معزوم عند اي حد تلاقي عادي فيه خمور نازله. خلي بالك قوي من حاجه زي كده. والنقطه اللي لازم تخلي بالك منها انك لما تيجي تخش مطعم وتيجي تطلب منه اكل، حاول تتاكد ان الاكل ده مش محطوط فيه اي حاجه فيها الكحول، اي حاجه فيها خمور. واي مشروبات تنزل لك اتاكد ان المشروبات دي خاليه من الكحول، ما فيهاش اي خمور. تاني عيب معانا يا جماعه وهي فكره ان اذربيجان ما فيهاش حياه ليليه، او بالاصح لو انت مثلا بتتكلم على انك ناوي مثلا تنزل تخرج بعد الساعه 9 او بعد الساعه 10، فانسى حاجه زي كده هناك في اذربيجان. اذربيجان يعتبر من بعد الساعه 9 او الساعه 10 بتلاقي هناك ان كل المحلات بتقفل والشوارع كلها بتكون هاديه جدا، مفيش اي حد في الشوارع. يعني انا فاكر برضه في الاسبوع اللي احنا رحنا فيه اذربيجان، لما جينا مثلا في اول كام يوم كنا بننزل مثلا نخرج بالليل، كنا بنلاقي الدنيا فاضيه جدا، ومعظم المحلات ومعظم الاماكن مقفوله، مفيش اي حد. فخلي بالك برضو من النقطه دي. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص بخصوص اذربيجان، ازاي ممكن تاخد الجنسيه، او مثلا لو انت هتروح تقيم هناك او هتقعد فتره كبيره هناك، ايه الحاجات اللي انت لازم تاخد بالك منها وتكون عارفها، والحاجات اللي حاول انك تتجنبها. طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير، الحاجات دي بتفرق جدا يا جماعه بجد. كده يعتبر الفيديو بتاعنا يكون خلص، اتمنى ان هو يكون عجبكم. كان معكم محمد خالد والشو فدايا.